ليه في كتير من المساجد القديمة في القاهرة مبنية بأعمدة يونانية ورومانية؟ الموضوع ده لفت نظري كذا مرة قبل كده لما ابتديت أزور المساجد القديمة التاريخية في القاهرة، وأخيرا عرفت الإجابة لما كنت نازل في جولة تاريخية مع مجموعة سيرة القاهرة. بصراحة الشباب عندهم معلومات تاريخية جميلة جدا وأنصحكم تجربوا جولاتهم. بالنسبة لموضوع الأعمدة ده كان يعتبر نوع من الريسايكلينج أو إعادة الاستخدام التاريخي، بحيث كانوا البنائين مثلا الفاطميين أو المماليك بيروحوا على المعابد اليونانية القديمة المتروكة وياخدوا منها بعض القطع يستخدموها في بناء المساجد. وهنا لازم نوضح ان ده ما كانش بيحصل في مصر بس، لكن مثلا الرومان نفسهم استخدموا قطع كتير جدا من الحضاره المصريه القديمه في البناء، واشهرها طبعا الاعمده الجرانيتيه في مبنى البانثيون، بالاضافه الى المسلات المصريه اللي تقدر تشوفها كتير في روما، وزي المسله الشهيره في الفاتيكان. وده طبعا بيوضح التداخل والتكامل بين الحضارات في تاريخ مصر الطويل، وان مفيش بلد تانية في العالم كانت مركز لاهم حضارات البشريه زي الحضارة المصرية القديمة، الحضارة الرومانية اليونانية، بالإضافة طبعا للتراث المسيحي والتراث الإسلامي اللي كان في مصر. طبقات فوق طبقات من التاريخ، ولما تمشي في شوارع القاهرة تقدر بنفسك تتعرف عليها. شكرا جزيلا.